بسم الله الرحمن الرحيم. شباب نحن بنتكلم عن رحلة البر، وخاصة الأجواء الآن الحمد لله في إماراتنا الحبيبة تساعد، يعني في مجموعات شباب عوائل يطلعون على البحر، فطبعا الكل يساهم. يعني البر يختلف لأنه مكان مفتوح وتشب الضوء وتسوي القرص وتسوي القهوة، واحد يسوي الشاي، كل حد بيقدم شيء، نظافة المكان، المهم انه يتوزع الواجبات. فالرحلة شو تقريبا شو اللي يعيبك في الرحلة؟ شو تقدر تقدم انت الواجب؟ يبقى كل واحد منكم مساهم مشاركة، شو كل واحد يقدم؟ ايضا نصيحة لاخوانكم اللي بيشاهدون هذا المقطع، يبقى المكان مثل ما كان، يبقى المكان مثل ما كان. يا سلام، يعني نحافظ على بيئتنا، نحافظ على المكان اللي نحن فيه، حصلناه نظيف لازم نتركه ايش؟ نظيف، ما نترك الاكياس ونترك البهايم يجين وياكل او تاثر على البيئه بالذات. يعني نحاول نحافظ على بيئتنا ونحافظ على المكان، يكون ان شاء الله احسن ما كان. وايش كيف؟ يعني المعدات لازم يعني قبل ما تطلع انك تجهز كل شيء، مثل الشاي والقهوة، يعني الاكل، يعني معدات الطبخ اذا تبغى تطبخ. جميل جميل. يعني بعد ما توصل هناك نسينا والله عده القهوه، نسينا عده ما ادري شو، لا لازم ترتب امرك البدايه، شيك على اشياء فهمت عليه، وخاصه انت ربعك يعني البدايه، واحد مسؤول عن كذا واحد مسؤول عن حبذا مثلا لو انا واحد خذ رحله خذوا مثلا معاهم ما اقول احنا ذبيحتهم، نعود عيال يعني تعودون كشباب راحوا تذبحون تصلخون وتسوون الكبسه مثل ما كانوا اهلكم يسوون. اما مش كله همبرجر وما ادري ايش وتصير رحت بر خلي معانا كان رايح احد المحلات اللي محلات عمل جاز هذه، لا يكون عندنا يعني فيها فن، الرحله تكون تقاليد، حافظين على تقاليدنا وعلى عاداتنا وعلى احسنت ولدي. حد عنده مشاركه؟ شو يعني تصوراتكم؟ شو نصيحتكم ايضا للشباب بشكل عام؟ انكم يعني تتحملون يعني البر كبير، ويعني لا تروحون بعيد عن اهلكم. احسنت خاصه اللي عندهم دراجات. احسنت ولدي، هذه نصيحه طيبه جدا، يعني ما يبعدون عن المخيم، ما يبعدون عن المكان اللي جالسين فيه، حتى سبحان الله خاصه الشباب الصغار يصير يظلوا بالصحراء ولا لا، نحاول نكون قريبين بعضنا بعض، نعرف كل واحد وين مكانه، شو واجبه. الماي ايضا، الماي ما نصرف، حتى نحن في الحضر ما نصرف، فكيف احنا البر كل واحد بعضهم يعني يفتح له كان في البلاد، لا غير شيء وحده تكفيه تتوضا منها وتشرب منها ما تجي يعني ونتعود. ممكن ايضا نطبق سنه من السنن ويتيمم بدل ما نصرف في المياه، هذه ايضا نحن نحاول نستفيد. القصه ايضا خاصه تكون برا، يعني كل واحد يعني نقول يقدم شيء في الرحله، يعني قصه نكته حاجه جميله، حسيت الرحله ايش تكون يعني فعلا من الرحلات اللي ما تنسى. مش كلها على التليفون بالضبط، نبتعد عن التليفونات، احسنت ولدي، خاصه نحن في البر مش كنا رايحين شايلين معانا تليفوناتنا وشايلين معانا، حتى هاي ما راح تروح، حتى نحن كنا محل، لا نصفي ذهاننا، نكون في مكان في بيئه جميله نظيفه مع اهلنا واخواننا. حد عنده مشاركه مداخله؟ نشترك في الالعاب قصدك مثلا؟ لا يعني الالعاب الجماعيه. احسنت. يعني المهم ان نسوي برنامج، مش برامج اللي هي تعودنا عليها من التليفونات ومن الشاشات لا، نحاول نسوي برنامج جميل نخلي يعني نيتك طيبه، يعني صحيح، ضبط معصب وتخاف الرحله الثانيه. احسن. بعدين يعني ممكن نشيل معنا بعض الخبراء، يعني في ناس عندهم خبره ما شاء الله في النجوم، فهمت عليه؟ يعني ممكن ان يعرفون منازل النجوم، وهذا كويس، يعني خاصه يكون المكان بعيد، ممكن انك تستفيد من الناس الخبراء، يعني وين الميزان، وين الثريا، وين يبدا ايش؟ يعني حتى يعني سبحان الله يمكن الانسان يعيش في الحياه ما نظر للسماء، وهذا يعني غلط. يعني الانسان يعني دائما يكون عنده شموخ، يكون عنده يعني خاصه يوم يكون سبحان الله الليل لما تكون جمال يكون فيه نجوم عجيبه، كواكب، وبعضهم عندهم ما شاء الله يعني تلسكوب يقدر ايش؟ يتفرج وعنده نوع من الفن في متابعه المجرات. بالضبط. نحاول ننوع في رحلاتنا، ما تكون تقليديه بس دراجات
ولعب لا يعني يكون كل مره كل رحله نميزها بشيء. واضح يا علي؟ جزاكم الله خير، الله يحفظك.